ايه فايدة قيام الليل؟ اولا ابو الحسن الشاذلي لما شافه تلميذه في الرؤيا قال كيف الحال يا امام؟ قال له طاحت تلك الاشارات وضاعت تلك العبارات. امام مين يا عم؟ انا لا امام ولا غيره. والله ما نفعنا الا ركيعات صليناها في جوف الليل والناس نيام. هذا الامام الذي قدم الكثير ركيعات قيام الليل. بحثنا عن ضياء القبور ما وجدناها الا في قيام الليل. سبحان الله. وبعدين في نقطة. انت تقوم بالليل. اهل الملأ الاعلى سكان السماوات من الملائكة يتراءون البيوت التي تقوم الليل كما نتراءى نحن الكواكب الدرية الغابرة في الافق. الله. منورة. يبقى البيت حوالي 10 بيوت ظلام وهو بيته ايه؟ منور. طيب جه يوم مرض ايمن او سافر، نعم، او في ورطة، او زوجته او الى اخره، تفتقده الملائكة فيسأل بعضهم بعضا اين فلان؟ بيته ظلام ليه؟ فيقولون انه مريضا. تدعو له سكان الملأ الاعلى اللهم اشفيه، اللهم فرج كربه، اللهم يسر امره. الله. ايه الرصيد العظمه ده؟ الله. مش لما له اصحاب يسالون عليه، مش له اهل. سبحان الله. نعم. لما قيادوا الخليل وخلاص المنجنيق تحرك وخلاص هيلقى، ضجت ملائكه السماء يا رب خليلك يسألك في النار. انزل يا جبريل اساله ألك حاجه؟ قال منك فلا. قال من الله. قال من الله فبلى. قال اسأله. قال علمه بحال يغنيه عن سؤاله. ده رصيد كبير. ده رصيد شغلة ثانية. ده الخليل ده قصة أخرى. أول ما يعملوا القرعة في السفينة تقع على يونس، القرعة تقع على، قالوا خلاص امسك يونس ألقوه. هو بيلقوه الحوت فتح فمه. تعال أيها الحوت أرسلتك حافظا ليونس ولم أرسل يونس لك طعاما. خلاص. أول ما دخل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. يبقى يونس له إيه؟ له رصيد عند الله، رصيد عند مين؟ عند سبحان الله العظيم. فأنت هذا الرصيد الذي يصنع بالليل. وبعدين إيه؟ تنظر في وجوه. أنت لما تقرأ الوجوه أو في ناس لها قراءة في الوجوه، لما تنظر في الوجه كده الله يكرمنا الشيخ رحمه الله عليه ينظر كده يقول الولد ده لم يقم الليل، هذا الولد قام الليل. فراسة المؤمن. يدور على وجهه هالة من النور. الحسن البصري كان أصفر قريب إلى السواد، كان عليه بهاء ونور كده. قالوا يا بصري عهدناك آدم البشرة، ما هذا الخير والنور قل نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الله. أنا عايز رمضان يستغل فرصة أن نستمر 11 شهرا نقوم الليل. عطاء بن رباح كان هو وزوجته وأمه بعدين مع فريق واحد، فهو أمه تقوم أول الليل وتصحي زوجته، تقوم الثلث الليل، زوجته تصح توقظ عطاء يقوم الليل، البيت يظل منير طول الليل. امه ماتت. قال لزوجته ايه؟ نقسم الليل نصفين. فلما ماتت زوجته ظل عطاء 20 عاما يقوم الليل كله كي لا ينطفئ النور في بيت عطاء. الله رحم الله. عطاء ده لما راح يحج وبعدين افاضوا من عرفات قالوا يا امام المسلمين يا عطاء كبير التابعين حسن البصري وسعيد بن المسيب وابن سيرين العظمه دي كلها، فيا ريت اولادنا يعرفوا عنهم شيء. فيا امام هل قبل الله حجنا؟ قال والله كان عندي من اليقين ان الله قبل حجكم لولا ان فيكم عطاء. تحدث عن نفسه. لولا ان عطاء بس وصيفه هو ده اللي مش كويس، هو ده يمكن يطير الحج منكم لا اله الا الله. فسبحان الله. فقيام الليل بيعطيك هذا الايه. وبعدين ايه؟ قيام الليل لا فيه لا رياء ولا سمعة. كان الصحابي يخادع زوجته بالليل كما تخادع الام صبيها، فيقوم ليصلي لا يشعر به الا رب العباد عز وجل. الله. والزوجه تاتي زوجها بالليل تقول له الك حاجه؟ جزاك الله خير، اتاذن لي ان اقوم لربي الليله؟ مين يلاقي زوجه بالشكل ده؟ تقول له استاذنك ان اقوم للبيت فيه نور بالليل. سبحان الله.
والحمد لله انا اعلم كثيران بفضل الله عز وجل في البيوت، وكثيرين بفضل الله من قوام الليل هم دول اللي منزلين الرحمه علينا. سبحان الله. فضيلة الدكتور، يعني حين يرزق الله احدا بقيام الليل ويسهر الى الفجر وهو يقوم الليل لا يشعر بنفس التعب الذي كان يعانيه اذا كان ساهرا امام التلفاز. في طاقتين، حتى علماء الطاقه يقولوا في طاقه ايجابيه وطاقه سلبيه. نعم. وانت تاخذ طاقه ايجابيه، طاقه نورانيه. هو سبحانه وتعالى انه اضحك وابكى، انه امات واحيا. نعم. مين اللي بيحيي موات القلوب؟ الله. بايه؟ بماده القلوب. ماده القلوب ايه؟ من ضمنها قيام الليل. نعم. قيام الليل. سبحان الله. قال ايه؟ اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاه بالليل والناس نيام. مش كده قال تدخل الجنه بالسلام؟ هي كده. سبحان الله. ماذا تحب يا ابا بكر؟ قال احب ثلاثا يا رسول الله. ما هي؟ قال احب انفاق مالي عليك، والجلوس بين يديك، وإدامة النظر إليك. الله. وأنت يا عمر؟ قال وأنا ثلاث يا رسول الله. أنا أيضا أحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر. وأنت يا عثمان؟ قال أحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وأنت يا علي؟ أنا أحب إكرام الضيف والصوم في الصيف وقتل العدو بالسيف. وأنت يا أبا ذر؟ قال أنا أحب أشياء غريبة. قال ما هي؟ قال أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت. قال لا أحد يحب هذا يا أبا ذر. قال يا رسول الله أنا إن جعت رق قلبي، وإذا مرضت خف ذنبي، وإذا مت لقيت ربي. الله. يبقى هؤلاء العظماء لما ندرس هذا الفكر، كيف أن واحد يحب الجلوس بين يديه وينفق مال عليه والنظر إليه، وعمر يحب الحق، وعلي يحب إكرام الضيف، وعثمان يحب الصلاة بالليل، وأبو ذر يفلسف الموت والمرض والجوع إلى فلسفة عجيبة. هؤلاء كانوا في الصلاة كيف كانوا؟ كان حمام الحرم يضع على ظهر ابن عمر ظنا منه أنه جدار. يعني فين الحمام طاف مرة والثانية وجد شيء ثابت نزل عليه. نحن الحمام لا يقترب من مساجدنا ولا الذباب حتى ولا النحل. سبحان الله. احنا مهفة.